السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم مشاهد. نتحدث اليوم عن خصال تميز بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام هو القدوة الحسنة في ذلك. خلقنا لهذا اليوم هو الحلم. كان لعبد الله بن الزبير أرض في المدينة مجاورة لأرض معاوية بن أبي سفيان. وفي يوم من الأيام دخل عمال معاوية بن أبي سفيان إلى أرض عبد الله بن الزبير، فغضب غضبا شديدا وكان بينهما عداوة، فقال له: من عبد الله بن الزبير إلى معاوية بن أبي سفيان بن هند آكلة للأكباد، أما بعد، فإن عمالك قد دخلوا إلى مزرعتي فأمرهم بالخروج، أو فوالله الذي لا إله إلا هو سيكون لي معك شأن آخر. فما إن وصلت الرسالة إلى معاوية بن أبي سفيان قال لابنه يزيد: انظر، لقد أرسل إلي ابن الزبير يهددني، فماذا ترى؟ فقال له ابنه يزيد: يا أبتي، أرسل إليه جيشا أوله عنده وآخره عنده يأتيك برأسه. فقال له معاوية: لا يا بني، بل خيرا من ذلك زكاة وأقرب رحمة. فكتب إليه رسالة يقول فيها: من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن أسماء ذات النطاقين، أما بعد، فلو كانت الدنيا بيني وبينك لدفعتها إليك، ولو كانت مزرعتي من المدينة إلى صنعاء لسلمتها إليك، فإذا وصلك كتابي هذا فخذ مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك، فإن جنة الله عرضها السماوات والأرض. فما إن وصلت الرسالة إلى عبد الله بن الزبير سافر إلى حيثما معاوية بن أبي سفيان، بكى بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته، وقبل رأسه قائلا: لا أعدمك الله حلما أحلك في قريش هذا المحل. في ختام حلقتنا لهذا اليوم أدعو من الله سبحانه عز وجل أن يتمم فينا مكارم الأخلاق، لأنه ما بعث رسوله الكريم إلا ليتمم هذه المكارم. دمتم في عز، وإلى اللقاء.